أبناء 9 من بينهم غالب يسعد كذلك يعني السن براويس يون لؤي يون تيم لؤي يسعد 5 أولاد يون سين 3 6 5 6 أسامة خزيمة الحارث كعب يجيب كعب طبعا سعد وعامر 6 مفروض فيها 6 أولاد من بينهم كعب يسعد كذلك 3 من الأولاد من بينهم مرة يسعد كلاب وكلاب يسعى قصي يسعى عبد مناف يسعى عبد العزي وهم بنو أسد يسعى عبد الدار ويسعى الزهر 4 يكتب الوليد بعد إن شاء الله مهم الأسماء الوليد أخطر قصي إذا تسوي يجمع شبه الجزيرة العربية يخدم القوانين كتلحو أسد يقول يعني الطرق هذه إنه يعيش ذي شمال شبه الجزيرة العربية أمام الغساسنة في مراد الحضارة يقول طريقة أبيه يجمع الأمة يجي يقدر شبه الجزيرة العربية بس يفرق المهامات قصي ساعة تصل الدور في تهيئة شبه الجزيرة العربية وفي قوانينها إلى غير ذلك إلى ذلك ساعة نعود ساعة زهرة ساعة عبد الدار ساعة عبد مناف ساعة عبد العزي من عبد مناف يسعد دريا من بينهم هاشم يسعد عبد مناف يسعد هاشم يسعد نوفل يسعد عبد شمس نوفل وهاشم والمطلب ماشي عبد المطلب لا المطلب باش نوصل لها المطلب مش سفر موالي إذا هاشم يسعد عبد المطلب ها هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم معروف بالدرس الأدواجي لكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وكذلك بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وفهر هو قريش وكذا يعني الهيونة نيسين إلى هذه سعود إلى هذه سراجع كي خسيتو تبني الكار وهي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب جد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يسعد أسوالي مشحال الدريان الذكور ماشي الإناث يركزن حسبها خلينا تتولي 100 90 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 من الدريان الذكور إكسعى عبد المطلب 12 من بينهم في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ذلك إذا الوثن عبد الكعبة ضرار قثة الزبير المقوم الحارث عبد الله أبو لهب معروف أبو لهب الغيداق حمزة معروف عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استشهد حمزة العباس وهو من أعمام الرسول يمشطاح وقد دخل في الإسلام العباس وأبو طالب إكسان مصر وهو علي بن أبي طالب ذلك قد سوالي بثورة يسهل ولا باش نفهم الأولاد من السنين غير ذلك بدأ الحمزة إذن معروف هو من أبناء عبد المطلب أبو لهب نفس الشيء المعروف خاصة في السيرة الزبير حمزة والعباس وأبو طالب وكذا إذا مقارنة عبد المطلب وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا الوكيل تجد السلالة نسب قريش ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على ما أظن يعني وزمان شديد التفاصيل ذي الأسماء النظام التي تهمنا أكثر تيجي ويكي ولكن إلها أن يسلم في قارئ يزيد يسا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم الخليل فنسوا وحقيقة ثورة نظرة عامة. أما إسماعيل عليه السلام العلماء قارن أنه إسماعيل يعني انتشروا لأن في الخريطة شمس فقط وكنا الولي أراويس بلا ما يعني نسخ ساقي في قارن بالإسعاق قيبر يود الناس كلينا سيدنا إبراهيم يسعد إسماعيل يسعد 12 من الدريا يوم 6 3 4 5 قيدر 6 7 8 9 10 11 12 ساعة سنة السن بروس 12 خاصة وهو نبتة
نابت وقد قيدر اللي عن عدنان وعدنان قد منين ولا سكلينا سيد فراقي إكس عن معد إكس عن قريش إلى غير ذلك وكي من أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام. أما عدنان القبائل يعني يطاس بروس انتشر في شبه الجزيرة العربية عدنان من بينه كدنا قريش إن ولثورة الذي انتشر في مكة المكرمة ذي القبائل أم الكوفة بنو أسد وهو من أولاد عدنان. الطائف ثقيف وهو من أولاد عدنان. المدينة بنو سليم. أم تهامة وهو جبل معروفة وهي كنانة وهو من أولاد عدنان. ومكة الولد وهو قريش انتشروا في مكة المكرمة. أما الجزيرة الفراتية نواحي العراق تغلب وهو من أولاد عدنان. وبنو حنيفة في اليمامة وذبيان المعروفة في حوران والبحرين انتشروا ثلاث من أولاده بني تميم عبد القيس بني بكر. وكذا غير كل أولاد عدنان الذي هو من أولاد إسماعيل الذين انتشروا في شبه الجزيرة العربية. أما الذي كان يقومون كثيرا وهو من أولاده قريش وقد انتشروا في مكة المكرمة في الولي وأخذوا مكة المكرمة. ندعو الله عز وجل يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. ومدامس كالتاسعة والعشرة إن شاء الله على المزامير كله وإن شاء الله ندعو لفلسطينيين لغزة ويعني سوري يعني أقل قليل يقال خاصة يوم صائم ودعاء الصائم مستجاب. وبارك الله فيكم.